السلام عليكم. النهارده بقى هاعمل لكم طاجن من نوع مختلف، يمكن أنا ما شُفتش قبل كده حد عمله، ومش عارفة بصراحة إذا كان في حد عمله وأنا ما شُفتوش والّا لأ، بس المهم إن هو اختراع جامد جدًا، طعمه حلو أوي ولذيذ وسهل، ويعني تجديد في أكلاتنا كده هياخدكم الطاجن ده في حتة تانية خالص عن الأكلة المعتادة اللي إحنا متعودين نعملها بيها. يالّا بينا على طول. أول حاجة هاجيب اللحمة المفرومة وأي كمية أنتم عايزينها، أنا هنا كانت حوالي 300 جرام يعني ربع كيلو، وحطيت عليهم نص معلقة ملح ونص معلقة فلفل أسود وبيضة. البيضة دي هنا مهمة عشان هي عامل الربط الوحيد اللي موجود في اللحمة. ولا هنحط بصل ولا هنحط بقسماط ولا هنحط أي حاجة أكتر من البيضة اللي أنا حطيتها على اللحمة، وبرده مش هتفك، وهقول لكم هنعمل إيه عشان ما تفكش أكتر. بعد كده بقى ما عجنتها كويس أوي وعملت خيوط كده رفيعة، بدأت أكورها بقى الكور اللي انتوا شايفينها دي. وبرضه التشكيل ده بتاعكم، يعني لو عايزين تعملوها مثلا شكل البرجر أو شكل مثلا صوابع براحتكم. بعد كده بقى أحطهم في الفريزر حوالي 10 دقايق يتشمعوا عشان لما أجي أحمرهم ما يفكوش. وبعد ما طلعتهم من الفريزر على نار بقى متوسطة هجيب واق وأحط فيه حوالي 3 معالق زيت بس مش أكتر، الزيت غالي يا جماعة مش عايزين نهدر منه. وأبدأ بقى أحمرهم، هحطهم بس مش هقلبهم إلا لما يتشمعوا من تحت كده وياخدوا اللون البني الخفيف ده، وبعد كده هبدأ أقلبهم. ولو قلبتهم أول ما أحطهم في الوك على طول ممكن يتكسروا ويتفتفتوا مننا، فعلشان كده احنا عايزين نضمن بس ان هما يتشمعوا. وانا مش بسويهم سوا كامل، لا انا بس اخليهم ياخدوا اللون المحمر ده، وبعد كده بقى هسويهم مرة تانية وهقول لكم ازاي. بس هنا عايزة افكركم بعد اذنكم، لو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشتركوا، ولو اول مرة بتشوفوني انا اسماء بحيري، يا ريت بعد ما تشتركوا تفعلوا زر الجرس علشان اي وصفة جديدة ان شاء الله انزلها يجيلكم اشعار بيها. وبعد بقى ما اخلص الكمية كلها تحمير، هاخد نص كمية الزيت دي بالظبط، لان انا بصراحة ما بحبش المادة الدهنية سواء زيت سمنة زبدة تبقى كتير في الاكل. هاخد النص ده بقى واحط عليه بصلاية متوسطة متقطعة رفيع جدا، انا دايما يا جماعة بحب البصل الاحمر، بيبقى مسكر كده وبيعجبني اكتر في الاكل. بعد بقى ما تدبل كده شوية هجيب بقى كيلو الا ربع طماطم وعليه حتة قرن شطة كده حامي شوية، اللي ما بيحبش الحاجة سبايسي يشيله خالص. وهضربه في الخلاط كويس قوي وبرضه هصفيه، انا دايما بصفي الطماطم بتاعتي. وزي ما احنا يا جماعة شغالين على نار متوسطة، انا لا هدي النار ولا هخليها عالية عشان الحاجة ما تشدش. بعد كده بقى احط التوابل، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة ملح، ونص معلقة سكر عشان تعادل الحموضة اللي موجودة في الطماطم، وربع معلقة كمون. خلوا ربع معلقة الكمون دي في كل اكلاتكم يا جماعة عشان الهضم، مش هتأثر خالص في الطعم بس هتساعد كويس قوي في الهضم. بعد بقى ما تتسبك، وتتسبك يعني ايه؟ عشان اتسألت السؤال ده كذا مرة، يعني المادة الدهنية تبقى فوق كده تفصل، وهي اساسا حجمها يقل ويبقى سميك شوية. بعد كده بقى هحط البسلة، البسلة دي انا كنت مخزناها في الفريزر، لو موجودة بقى فريش طبعا هتبقى حلوة قوي، يعني اكتر من كده كمان. هقلبها بقى تقلبتين واحط عليها نص كوباية مية، مش هحط مرقة لان انا هحط كفتة اصلا يعني. وبعد كده بقى هغطيها وهدي النار خالص بعد ما تغلي واسيبها تستوي على مهلها. وبعد ما استوت دقتها بصراحة حسيت ان هي محتاجة ملح تاني، يعني الكمية دي كلها اخدت بقى كده معلقة ملح. بعد كده بقى جبت طاجن، الطاجن ده يا جماعة كان عندي والله، يعني انا ما اشتريتوش مخصوص بس هو شكله حلو كده. الطاجن ده اهم حاجة لما تيجي تحطوا فيه البسلة وهي سخنة ما تحطوهاش مرة واحدة والا هيطق، فلازم تحطوا معلقة بمعلقة لحد ما يسخن كده واحدة واحدة. وبعد بقى ما حطيت حوالي تلتين البسلة حطيت الكفتة من فوق ورصيتها. وهنا بقى عندكم يعني اختيارين، يا اما تغطسوا الكفتة تحت خالص في البسلة علشان وشها ما يحمرش قوي لو انتم مش بتحبوا الحاجة محمشة شوية، او تعملوا زي انا كده، انا بحب مثلا اسيب شوية فوق كده عشان يتحمشوا بقى في الفرن ويبقوا ايه زي ما انتم شايفينه كده، حاجة تحفة. هم اخدوا مني حوالي نص ساعة في الفرن على درجة حرارة 180 لحد كده ما الكفتة استوت وشربت من طعم البسلة كده والبسلة شربت منها، وبقت بجد أكلة حلوة قوي. طاجن بسلة بالكفتة ملوش حل، جنب طبق رز بالشعرية كده يا نهار أبيض، أكلة ما تستاهلش إلا بقكم. بجد لازم تجربوها. ما هي مش البامية بس هي اللي ممكن تبقى طاجن، لا ده احنا كمان ممكن نعمل بسلة ونعمل حاجات كتير حلوة قوي. يا رب تكون سهلة وتكون عجبتكم، واتمنى بقى ما تنسوش تدعموني باللايك عشان ده مهم جدا بالنسبة لي، وكمان نفسي اعرف رأيكم في التعليقات. والف الف هنا وشفا، والسلام عليكم.